السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وعلى بركه الله. فيديو جديد، حلوه ديال اللوز وغريبه. طريقه ديال العجينه ديال الورقه ديال اللوز: 200 غرام ديال الزبده عاديه، يعني 2 معالق كبار ديال الزبده عاديه، وقبصه د الملح، وكاس ديال الماء الزهر، والدقيق حسب الخليط. ونخلطوا العجينه ديالنا وتكون قاصحه. وفاش جمعنا العجينه غادي نديرها في السلوفان ولا بلاستيكه، وندخلها الثلاجه لمده ليله كامله. وندوزو الطريقه ديال العجينه ديال اللوز: كيلو ديال اللوز نسلقوه ونقشروه ونخلوه تينشف، ومن بعد نزيدو ليه 400 غرام ديال السكر الخشن وقبصه د الملح ونطحنوه. فاش طحناه غادي ناخدوه ونزيدو ليه معلقه ديال قرفه، يعني معلقه صغيره، ومعلقه ديال الزبده، و2 معالق ديال الماء الزهر، ونعجنو بيدينا. ومن بعد نشكلوه على شكل كويرات متساويين الحجم اللي بغيتو. الحجم اللي درت انا 12 غرام او 13 غرام. ومن بعد نحطوه في ميكا، يعني بلاستيك، باش ما ينشف لينا. وندوزو ان شاء الله للطريقه. فاش كملنا الغريبه غادي ناخدو 200 غرام ديال اللوز، اصلا راه مغسول، ندهنوه بشويه ديال زيت المائده ونتكو به الغريبه. وندهنو الغريبه ديالنا بشويه ديال الزبده مائده، ونغطوها بالسلوفان، نخلوها لمده ليله كامله. ومن بعد غنشعلو الفران على العافيه مهيله من التحت ومن الفوق، وندخلو الحلوه ديالنا غادي تشمع، يعني ما غنخليوهاش تتحمر مزيان. وناخد 2 معالق ديال الجليكوز مع المعلقه ديال الناباج، ندوبهم، ومن بعد ندهن بهم الحلوه وهي سخونه، وندخلها الفران باش تاخد لينا اللمعان. ومن بعد نستفوها في القويعه.